صباح الخير. الناس المهتمه باداره المشروعات. بصوا يا جماعه، انتوا زي ما انتوا عارفين، ما اعرفش انتوا عارفين ولا مش عارفين، يعني هتلاقي معظمكم عارفين ان البيم بوك اللي هو اساس الامتحان بتاع البي ام بي في سنه 2021، من سنتين، من قريب يعني مش من بعيد. النسخه السابعه من البيم بوك حصل فيها تغيرات جذريه تماما. الشكل الكتاب اتلخبط، شكل التقسيمه بتاعته اتغيرت تماما. دخلت حاجات جديده، ركزوا على حاجات جديده. النقطه اللي انا عاوز اقولها ان سواء حضرتك خدت شهاده البي ام بي قبل 2021 او هتاخدها من 2021 لحد ما وقتنا الحاضر وفي المستقبل، عايز اقول نقطه مهمه جدا. ان حضرتك لو انت خدت الشهاده قبل 2021، بعد اذنك اقرا النسخه السابعه من البيم بوك. مفيده، تمام، لان فيها كونسبت وفيها تقسيمه جديده مختلفه خالص عن اللي انت فاهمها وعارفها وامتحنت فيها. ولو انت برضو حضرتك بتاخد البي ام بي دلوقتي طبقا للنسخه السابعه، برضو بعد اذنك اقرا النسخات اللي قبل كده، اقرا النسخه السادسه، البين بوك النسخه السادسه. يعني في كلتا الحالات اقروا الكتابين، اقروا النسخه السادسه والنسخه السابعه، لان هم مكملين لبعض. ما ينفعش تقرا ديت لوحدها وتقرا دي لوحدها. انا دايما طبعا بقول ان شهاده البي ام بي مهمه، لكن دايما البين بوك دي من وجهه نظري طبعا بيفتقد الجزء العملي، الجزء البراكتيكال، الجزء التطبيقي اللي انت حضرتك هتشوفه في الموقع وهتعاينه كل يوم. تمام، فسواء انت حضرتك قريت الجزء السادس، الجزء السابع، خدت الشهادة، برضو لسه في شغل كتير مطلوب من حضرتك. تمام، الجزء العملي والتطبيقي اللي انت هتشوفه على ارض الواقع هيبقى، مش عايز اقول مختلف، لا، محتاج تبني على اللي انت عرفته عليه كتير، حاجات كتيرة جدا. طيب، انا بس هدي مثال، لان النسخة السابعة عاملين فيها تغيرات وقسموها ثلاثة دومينز او ثلاث مراحل او ثلاث نطاقات، البيبول والبروسيس وحاجات كده كتيرة يعني. تمام، هدي بس لحضرتك نسخة عشان بس تعرف ايه المطلوب من حضرتك. تمام، يعني مثلا لو انا هتكلم على في حاجه اسمها البروجكت بيرفورمانس دومينز، تمام، وبدا بالستيك هولدرز وتيم وديفلوبمنت وبلاننج وبروجكت ورك، حاجات كتيره قوي. لو جيت مثلا على اول جزء اللي هو الستيك هولدر بيرفورمانس دومين، هو كويس معرفه ومحدد الستيك هولدرز. في الاخر يا جماعه، اداره المشروعات، مش في الاخر، في البدايه اداره المشروعات هي اداره الستيك هولدرز. انت ممكن تكون حضرتك مش متعمق قوي في التكنيكاليتي بتاعت المشروع اللي انت معاك تيم كبير مثلا، تمام، كل واحد ماسك الجزء بتاعه، بس يبقى جزء إدارة البشر، إدارة الستيك هولدرز أو أصحاب المصلحة أو الناس المعنيين، من أول التيم اللي مع حضرتك للإند يوزر، للمالك، للاستشاري. هو ده الجزء الكبير اللي بيستهلك وقت حضرتك. تمام، كل التفاصيل الكتيره اللي انت هتقراها او اللي هتتعرفها عن اداره المشروعات مهمه وكل حاجه، انما البشر دول هم اللي هياخدوا منك معظم الوقت. مثلا لو هتكلم، هم عاملين مقسمين تقسيمه ديت اللي هو الدومينز. مثلا اول حاجه الستيك هولدر بيرفورمانس دومين، مقسمينها تقسيمه كويسه، وموضحين لك ان في حاجات انر في الشركه بتاعتك وحاجات بره، الاثنين بيأثروا عندك. في سبلاير وكاستمر واند يوزر وليجالاتوري باديز وجفرمنت باديز وبي امبوت وستيرنج كوميتي، حاجات كتيره قوي، والبروجكت مانجر بتاعك والتيم. حلو، كل الكلام ده جميل وتقسيمه منطقيه جدا وواقعيه جدا وانا مبسوط منها يعني. تمام، لكن برضو هيقابلك مشكله، ان كل اللي انت هتقراه دي، كل الحاجات اللي انت هتقراها دي رؤوس عناوين، يعني قشور جدا. يعني اما يقول لك ازاي تعمل انجيجمنت، ازاي تبتدي تتعاطى مع الستيك هولدرز، انا بتكلم بس على مثال واحد عشان حضرتك برضو تبقى عارف ان المثال دوت هينطبق على كل اللي انت بتقراه. اما يقول لك لازم تعمل ايدنتيفاي، تفهم الستيك هولدرز بتوعك واندرستاند وتعمل انالايز ليهم وتحط بريورتي ليهم لقوتهم، لان كل الناس مش نفس البريورتي، وازاي تو انجيج معاهم وتو مونيتور معاهم. القصه دي اخذت في البيم بوك الجديد حوالي مثلا 3 صفحات. انا عايز اقول لحضرتك ان الكلام دوت ممكن يتعمل فيه كتب،
الثلاث صفحات دول يتعمل فيهم كتب، لان ده الكور، او جزء كبير، بلاش نقول الكور، جزء كبير جدا من اداره المشروعات متمثل في اداره البشر. فحضرتك عشان بس ما اطولش في الفيديو، حضرتك مطلوب منك تعمل حاجتين او تعمل ثلاث حاجات. تقرا البين بوك، النسخات القديمه، يعني خد النسخه السادسه اقراها، ولازم تقرا النسخه الجديده اللي هي النسخه السبعه، سواء انت بقى خدت بقى الشهاده قديم او جديد، اقرا الاثنين. ولازم حضرتك ما تكتفيش باللي انت قريته، روح الموقع، اتعامل مع الناس، بس خلي بالك ان في تطبيقات كتيرة مش موجودة في الكتابين دول، لازم انت تدور عليهم، لازم تبتدي تشوف تتعلمهم ازاي. انا ما اعرفش، يعني تتعلمهم بقى، تاخدهم كورسات، تبتدي تشوفهم على ارض الواقع انت بالتجربة، لان احنا بنتعلم بالتجربة وبالخطأ. في المشروع هتبتدي على مدار السنين تبتدي تتكون خبرات، بس على الاقل معاك البيز اللي هو اسمه البين بوك، اللي هو النسخه السادسه والنسخه السابعه. تبتدي تقرا كتب اكتر في الموضوع لو انت بتحب تقرا كتب. يعني انا عايز اقول ان 99.9 من الناس ما بيحبوش يقروا للاسف يعني. بس انت في الكتب هتلاقي، تشوف كورسات، تبتدي تتكلم مع ناس خبرات اكتر. بس ارجوك ما تكتفيش، بس دي النقطة المهمة اللي انا عاوز، ما تكتفيش باللي انت بتقراه في كتاب البين بوك وشهادة البي ام بي. لازم حضرتك تبني على الكلام اللي انت عملته ده. مش عايز اطول عليكم، وصباح الخير والسلام عليكم.